بسم الله الرحمن الرحيم. إن ما قدمه أصحاب الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء يفوق الوصف. إنهم رجال وفتية آمنوا بربهم وبرسوله ووصيه وإمامهم سيد الشهداء عليه السلام وحقيقة قضيته العادلة، فوطنوا أنفسهم على الموت وكانوا مصاديقا لقول سيدهم الإمام الحسين: من كان منكم باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. فعانقوا هذه الحقيقة وساروا عليها وآثروا الموت من أجلها على الحياة مع الظالمين، وتيقنوا قول إمامهم الحسين عليه السلام: ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. فبلغ هؤلاء الشهداء العظماء أعلى درجات الإباء والتضحية وهم يقدمون أنفسهم في سبيل الله بين يدي سيدهم الإمام الحسين عليه السلام. في ليلة 10 من المحرم خرج الإمام الحسين عليه السلام ليستطلع التلال والروابي، وقام روحي له الفداء بقلع الأشواك وأشجار السعدان من بين الخيام، وتبعه نافع بن هلال ليحرسه، وخوفا على الإمام عليه السلام من غدر بني أمية. فلما بصر الإمام الحسين عليه السلام بأن أحدهم يتبعه قال له: أنافع هذا؟ فداك نافع يا ابن رسول الله. نعم يا سيدي. يا سيدي، ما خروجك في جنح الظلام؟ خوفي عليك من غدر الأعداء يا سيدي. يا أبا عبد الله، ولم تقلع هذه الأشجار وترفع الحجارة يا سيدي؟ يا نافع، غدا تسبى العيال يا نافع، وسوف يهربون ويمرون من هذا الطريق، وخوفي على أرجلهم أن تجرح من الأشواك. ومحمدا مولاي، روحي لك ولهم الفداء. أنا أفعل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي إذن الشهادة والله، هي إذن الشهادة والله. يا نافع، ما بقاؤك معي يا نافع؟ إن القوم لا يريدون غيري، إن ظفروا بي ذهلوا عن غيري. يا نافع، خذ ما بين الربوتين وانجو بنفسك، فأنت في حل من بيعتي. ولماذا يا سيدي؟ لكي تنجو وتعيش. أعيش؟ تبا للعيش من بعدك يا ابن رسول الله، ولا طابت الحياة من بعدك.
أبشروا يا أصحابي بالجنة، أبشروا يا أصحابي بالجنة. ورجع الإمام إلى المخيم وتبعه نافع، ووصل إلى خيمة الحوراء زينب عليها السلام. فلا بد للحسين عليه السلام أن يدخل عند الحوراء زينب ويسلم عليها. فوقف نافع أمام الخيمة ينتظر خروج الإمام ليوصله إلى خيمته. السلام عليك يا أخي يا زينب. أخي يا حسين، يا نور عيني يا أبا عبد الله، أخبرت أصحابك وبلوت، أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. أخي زينب، لقد خبرتهم وبلوتهم، فوالله ما وجدت فيهم إلا الأقعس الأشوس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. يا ويلي يا ويلي، بنت سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خائفة وغير مطمئنة. يا شيخ الأنصار، يا حبيب، يا أنصار أبي عبد الله الحسين. ولما سمع نافع حديث السيدة زينب عليها السلام وتخوفها من خذلان الأصحاب للإمام الحسين عليه السلام، رجع نافع إلى الأنصار وأخبر شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي بما سمع من زينب عليها السلام، وإنها خائفة من خذلان الأصحاب للإمام الحسين عليه السلام. فهرع حبيب ونادى: يا فرسان الهيجاء وأبطال الصفا، قال الأنصار: لبيك يا حبيب، لبيك يا شيخنا. وجاءوا بنو هاشم ويتقدمهم العباس عليه السلام. ارجعوا يا بنو هاشم، ارجع يا سيدي يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة، إن النداء للأنصار. ارجعوا يا سادتي يا بنو هاشم، لا أسر الله لكم العيون. ارجعوا يا سادتي يا أنصار الله وأنصار بيت النبوة، إن ابنة المرتضى خائفة. دعونا نتظاهر أمام خيمتها لتطمئن أن للحسين أنصار كاليوت. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والله الذي من علينا بهذا الموقف، لو زحف القوم لنحصدن رؤوسهم ولنلحقنهم بأشياخهم أذلاء صاغرين، ولنحفظن وصية رسول الله في أبنائه وبناته. يا أهل بيت النبوة، والله لأقاتلن معكم عدوكم ولأصربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله. لا أريد بذلك إلا ما عند الله. لبيك يا ابن فاطمة الزهراء، لبيك يا حسين. أجل أنت يا عابس. لا تلوموني، لا تلوموني، لا تلومني يا ابن عوسة، حب الحسين جنتي. أما والله يا أبا عبد الله لا أفارقك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، وإن لم يكن معي سلاحا أقاتلهم به
لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. إن تسألوا عني فإني ذو لبد من فرع قوم في ذرى بني أسد، فمن بغانا حايد عن الرشد وكافر برب جبار صمد. إذن هلموا بنا نتظاهر أمام حوراء زينب. أخي زينب، هذا النداء لك يا أخي، كلميهم. أخي يا حسين، أتأذن لي بأن أكلمهم؟ لك الإذن يا أخي. السلام عليكم يا أصحاب أبا عبد الله. السلام عليك يا عم يا حبيب. عم يا حبيب، انسبوني معرفة من أنا زينب بنت علي المرتضى، أمي فاطمة الزهراء سيدة النساء، وجدي محمد صلى الله عليه وآله. أنا مخدرة الطالبيين. عم يا حبيب، لا تقصروا بنصرة هذا الغريب. يا أصحاب أبا عبد الله، عليكم بنصرة إمامكم الغريب، عليكم بنصرة إمامكم الغريب. وويلاه وويلاه، من أنا وتناديني ابنة المرتضى؟ يا أصحابي ناولوني تراب ليضعه على رأسي. وويلاه، أنا حبيب وأبي مضر، أنا حبيب وأبي مضر، فارس هيجاء وحربا تسعر. وأني لا أعلم أصحابا أوفى أو خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. أبشروا يا أصحابي بالجنة، أبشروا يا أصحابي بالجنة. يا حسين لبيك يا المرتضى. يا مسلم صاح يا عابس وجون، يا بن ظاهر يا نافع صدق ترضون، تعوفوني أنادي وما تجيبون، وصفيت الوحد بخطة الميدان ضمن فراياكم يا خير الأصحاب، واشوف انكم ضحايا فوق التراب، علي فوق الحزن شملت المصاب، وروح خلايافكم تلتهب نيران. قال الفاضل الدربندي رحمه الله لما خاطب الحسين أنصاره وهم جثث على رمضاء كربلاء بلا رؤوس، صارت أجسادهم ترتجف يريدون أن يلبوا نداء الحسين. قال أنيام أرجوكم تستيقظون،
هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول. لي الشنادي ولا تسمعون الندى، ما تشوفوني وحيد وعلي دارت هالعدا. وقف يم عباس وصاح يا نور البصر، خويا قوم شوف الصار بيا من غدر بيك الدهر. بقيت وحدي بالمعارة وظهري يا خويا انكسر. يا